إذا الجزائر تودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المنتخب السويسري. المنتخب الجزائري بدأ المباراة بشكل جيد. أول 10 دقائق كان أفضل، كان مسيطر، كان أخطر على المرمى السويسري، ولكن عكس مجريات اللعب منزامبي استغل واحد من التحولات مميزة للمنتخب السويسري وصنع الهدف الأول لمبولو 1-0. الجزائر مطالبة صارت بأنها تعدل النتيجة، ولكن ما شفنا بصراحة الجودة اللازمة من قبل المنتخب الجزائري، ما شفنا رد الفعل اللي كان لازم يكون بعد الهدف الأول. المنتخب السويسري بالعكس السلام عليكم الاخوه والاخوات، اتمنى تكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشاهدنا ضغط على زر اشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي اعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو تلا. إذا الجزائر تودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المنتخب السويسري. المنتخب الجزائري بدأ المباراة بشكل جيد. أول 10 دقائق كان أفضل، كان مسيطر، كان أخطر على المرمى السويسري، ولكن عكس مجريات اللعب منزامبي استغل واحد من التحولات مميزة للمنتخب السويسري وصنع الهدف الأول لمبولو 1-0. الجزائر مطالبة صارت بأنها تعدل النتيجة، ولكن ما شفنا بصراحة الجودة اللازمة من قبل المنتخب الجزائري، ما شفنا رد الفعل اللي كان لازم يكون بعد الهدف الأول. المنتخب السويسري بالعكس استحوذ، سيطر، بعد الهدف صار أخطر. انتهى الشوط الأول 1-0. مع بداية الشوط الثاني بعدنا عم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، منتخب الجزائر عم يحاول يرجع، بيتلقى الهدف الثاني عن طريق اندوي، وهذا الهدف كان هو الهدف القاتل اللي انهى كل شيء. وبعد ذلك منتخب سويسرا مشى المباراة لحد النهاية. بصراحة المنتخب السويسري قدم مستوى جيد، قدم مباراة جيدة. المنتخب الجزائري اليوم رغم التبديلات اللي عملها بيتكوفيتش، انه ما بدأ بجويري، بدأ بإبراهيم مازا كمهاجم وهمي، رغم التعديلات اللي سواها بعدة مراكز بالملعب، الا انه لم يكن قادرا على خلق اي شيء في هذه المباراه. كان في كم فرصه خطيره بشوط المباراه الثانيه المنتخب الجزائري، ولكن ما قدروا يترجموها لاهداف. فهاردك الجمهور الجزائري. ومنتخب افريقي جديد يودع كاس العالم من دور 32. والله انا صرت شايف سيناريو يورو 2016 للبرتغال. امنت. لانه شيء غريب اللي صار اليوم، شيء غريب. مباراة كرواتيا شيء غريب بصراحة. بصراحة شوط اول البرتغال لا هي ولا كرواتيا كانوا موجودين، بس البرتغال كانت افضل بشوط المباراة الاول، كانت الى حد ما اخطر، نسبيا اخطر. شوط المباراة الثاني شفنا كرواتيا مختلفة، شفنا كرواتيا من عالم اخر. يعني اجبرت منتخب البرتغال انه يعمل تبديلات، تقريبا يغير خط وسط كامل. طلع برونو فرنانديز، طلع فيتينيا، نزل برناردو سيلفا، نزل جونزالو راموس، حول الطريقة ل 4-4-2. اجى الهدف بالصدفة بخطأ من واحد من المدافعين تبع كرواتيا، مسك فيجا، ركلة جزاء سجلها رونالدو. بعد ما سجلها رونالدو كرواتيا كان ممكن تسجل 4 أهداف مينيموم، لولا تدخلات ديوغو كوستا ولولا رعونة لعيبة كرواتيا أمام المرمى، ولا كانت مباراة خلصت 4 لكرواتيا. بس أنا كان واضح الأمر بالنسبة لي لما خلصت فترة سيطرة كرواتيا وهيمنة كرواتيا بدون ما يسجلوا الهدف الثاني، عرفت أنه راح ياكلوا جول، راح يطلعوا برا. هاي سيناريوهات كرة القدم صرنا حافظينها، ما عاد في داعي نحكي فيها. غير روبرتو مارتينيز 4-4-2، رجع لل 4-2-3-1 بعد ما شاف الوضع سيء جدا، شاف الامور تعبت كثير، خلص وصلت لمراحل متاخره، فسحب رونالدو ونزل لاعب وسط وحاول انه يرجع مره ثانيه يمسك الفريق، وفعلا مسك الفريق من اول وجديد. وتحسنت البرتغال وسجلت هدف التعادل عن طريق جونزالو راموس. بعد هدف التعادل كرواتيا ما استسلمت للحظات الاخيره، ظلت تقاتل، ظلت تحارب لحتى تطلع بكل قوه. انا فاجاتني بصراحه كرواتيا، لانه بالدور الاول كانت سيئه، كرواتيا كانت سيئه جدا، بس الروح اللي طلعتها بشوط المباراة الثانية مع البرتغال كانت شيء خيالي بكل ما تعنيه الكلمة المعنى. قاتلوا الكروات، حطوا جول التعادل، ألغي للتسلل. 3 أهداف ألغيت لكرواتيا بهذه المباراة تسلل، 3 أهداف. أنا ما بعرف باللقطة الأخيرة إذا الكرة لمست رأس لاعب كرواتي ولا لا، ولكن الحكم شاف إنها لمست، فإذا لمست هي تسلل، إذا ما لمست هي مش تسلل. بس خلينا نشوف، بعد رح تبين الأمور. البرتغال عموما ما بتطمن. البرتغال رح تلعب مع اسبانيا المباراة الجاي. اذا قدمت هذا المستوى امام اسبانيا اعتقد انه الامور رح تكون صعبة. نعم هي فريق محظوظ جدا،
فريق يعني اليوم كان الحظ معه 100%، وهذا اللي حكيت لكم عنه بخصوص سيناريو 2016. ولكن إذا بتلعب مع فريق كبير، مع فرنسا، مع إسبانيا، الأمور رح تكون صعبة جدا على البرتغال. وأنا مش شايف إنه يعني الوضع رح يكون بالمقبول إذا كرواتيا عملت فيك هيك. فخلينا نشوف. والله أنا يعني صرت شايف سيناريو يورو 2016 للبرتغال. آمنت. لأنه شيء غريب اللي صار اليوم، شيء غريب. مباراة كرواتيا شيء غريب بصراحة. شوط أول البرتغال يعني لا هي ولا كرواتيا كانوا موجودين، بس البرتغال كانت أفضل بشوط المباراة الأول، كانت إلى حد ما أخطر، نسبيا أخطر. شوط المباراة الثانية شفنا كرواتيا مختلفة، شفنا كرواتيا من عالم آخر. يعني أجبرت منتخب البرتغال إنه يعمل تبديلات، تقريبا يغير خط وسط كامل. طلع برونو فرنانديز، طلع فيتينيا، نزل برناردو سيلفا، نزل غونزالو راموس، حول الطريقة ل4-4-2. اجى الهدف بالصدفة بخطأ من واحد من المدافعين تبع كرواتيا، مسك فيجا، ركلة جزاء سجلها رونالدو. بعد ما سجلها رونالدو كرواتيا كان ممكن تسجل 4 أهداف مينيموم، لولا تدخلات ديوغو كوستا ولولا رعونة لعيبة كرواتيا أمام المرمى، ولا كانت مباراة خلصت 4 لكرواتيا. بس أنا كان واضح الأمر بالنسبة لي لما خلصت فترة سيطرة كرواتيا وهيمنة كرواتيا بدون ما يسجل الهدف الثاني، عرفت أنه رح ياكل جول، رح يطلع برا. هاي سيناريوهات كرة القدم صرنا حافظينها، يعني ما عاد في داعي نحكي فيها. غير روبرتو مارتينيز 4-4-2، رجع لل 4-2-3-1 بعد ما شاف الوضع سيء جدا، يعني شاف الأمور تعبت كثير، خلص وصلت لمراحل متأخرة، فسحب رونالدو ونزل لاعب وسط وحاول انه يرجع مرة ثانية يمسك الفريق، وفعلا مسك الفريق من اول وجديد، وتحسنت البرتغال وسجلت هدف التعادل عن طريق غونزالو راموس. بعد هدف التعادل كرواتيا ما استسلمت للحظات الأخيرة، ظلت تقاتل، ظلت تحارب لحتى تطلع بكل قوة. أنا فاجأتني بصراحة كرواتيا، لأنه بالدور الأول كانت سيئة، كرواتيا كانت سيئة جدا، بس الروح اللي طلعتها بشوط المباراة الثانية مع البرتغال كانت شيء خيالي بكل ما تعنيه الكلمة المعنى. يعني قاتلوا الكروات، حطوا جول التعادل، ألغي للتسلل. 3 أهداف ألغيت لكرواتيا بهي المباراة تسلل، 3 أهداف. أنا ما بعرف باللقطة الأخيرة إذا الكرة لمست رأس لاعب كرواتي ولا لا، ولكن الحكم شاف إنها لمست، فإذا لمست هي تسلل، إذا ما لمست هي مش تسلل. بس خلينا نشوف، يعني بعد رح تبين الأمور. البرتغال عموما ما بتطمن، البرتغال رح تلعب مع إسبانيا المباراة الجاي. إذا قدمت هذا المستوى أمام إسبانيا أعتقد إنه الأمور رح تكون صعبة. نعم هي فريق محظوظ جدا، فريق يعني اليوم كان الحظ معه 100%، وهذا اللي حكيت لكم عنه بخصوص سيناريو 2016. ولكن إذا بتلعب مع فريق كبير، مع فرنسا، مع إسبانيا، الأمور رح تكون صعبة جدا على البرتغال. وأنا مش شايف إنه يعني الوضع رح يكون بالمقبول إذا كرواتيا عملت فيك هيك. فخلينا نشوف. والله أنا يعني صرت شايف سيناريو يورو 2016 للبرتغال. آمنت. لأنه شيء غريب اللي صار اليوم، شيء غريب. مباراة كرواتيا شيء غريب بصراحة. شوط أول البرتغال يعني لا هي ولا كرواتيا كانوا موجودين، بس البرتغال كانت أفضل بشوط المباراة الأول، كانت إلى حد ما أخطر، نسبيا أخطر. شوط المباراة الثانية شفنا كرواتيا مختلفة، شفنا كرواتيا من عالم آخر. يعني أجبرت منتخب البرتغال إنه يعمل تبديلات، تقريبا يغير خط وسط كامل. طلع برونو فرنانديز، طلع فيتينيا، نزل برناردو سيلفا، نزل غونزالو راموس، حول الطريقة ل4-4-2. اجى الهدف بالصدفة بخطأ من واحد من المدافعين تبع كرواتيا، مسك فيجا، ركلة جزاء سجلها رونالدو. بعد ما سجلها رونالدو كرواتيا كان ممكن تسجل 4 أهداف مينيموم، لولا تدخلات ديوغو كوستا ولولا رعونة لعيبة كرواتيا أمام المرمى، ولا كانت مباراة خلصت 4 لكرواتيا. بس أنا كان واضح الأمر بالنسبة لي لما خلصت فترة سيطرة كرواتيا وهيمنة كرواتيا بدون ما يسجل الهدف الثاني، عرفت أنه رح ياكل جول، رح يطلع برا. تشاركوا معنا يعني الافكار ديالكم، وحاولوا تخليو الهاشتاغ باش نطلعوا الفيديوهات ديال الصحراء المغربيه
يعني كيف ما كتعرفوا كنتعرضوا لهجمات من الذباب الالكتروني الجزائري. دونك باش نطلعوا هاد القناه ونطلعوا على الفيديوهات ونستمروا، خليو تعليق او تعاليق. قد ما درتوا تعليق اكثر راه مزيان، تكون فيهم هاشتاغ ديال الصحراء المغربيه. بالنسبه للفيديوهات نحاولوا نتفاعلوا معهم. علاش؟ على حساب الكوبي رايت. كاين بزاف تاع الناس يعني كيقول لك نخليو الفيديو يتمشى، ولكن المشكل غادي يكون عندنا في الكوبي رايت. الا خليت الفيديو وبقينا ساكتين غادي يضربوا بالكوبي رايت. دونك ضروري خاص يكون واحد التفاعل. المهم صبروا معنا.